اصحابي ركزوا بقى معايا في الفيديو ده. طلبت different types of خضار من عند الخضرواجي، وقطعت خضرواجي. بصل كتير وحطيت شوية زيت بالعافية عشان هو انت في حد غصبك تعملي الاكله دي؟ قررت ان انا هعمل كبسة سلمى سلومة. سر الطبخة حاجتين، التصلص والتفاح. لازم تفحل. البصل يتفحم معاكي، يعني هل لونه حلو كده؟ لازم لونه يبقى اسود غامق لحد اسود غامق. يعوم على كبد الكوز احسن. نحط شويه طماط متقطعه كيوبس و5 معالق من صلصه الطماط تمور عشان نعلي ليفل حموضه الجوز. الصوص الماجد ده بقى ناقص ده ماجد جه متاخر. له شويه متابل وبهارات، ملح وفلح وهرج ومرق، كزبره شطيطه وبحبحان، شويه فلفله. حطي بقى اي اشلاء فرخات عندك. هي الفراخ طالعه من حرب ولا ايه؟ وشها رجلها ايديها وحاجاتها، تمقلبوها شويه في الصوص ده، وبعدين تحطوا عليها 3 كيلو من مياه من نهر النايل. ولما تبقبق وتشتش تطلعوها تحطوها في الفرن وتحطوا مكانها رز، ويا ريت يكون مبتسم. الرز المصري يعني لو حزين ما ينفعش اطبخ بيه. الرز المصري يعملوا بيه سوشي. هنسيبه كده يستوي على 3000 درجه جهنميه، هو واشلاء الفرخه اللي حطيتها في الفرن. بصوا بقى لما استوى ريحه البحبحان، لا افتح مطعم سلمى سلومه للوصفه المضمونه. ويا سلام بقى لو قليتوا معاها مكعكبات بلاك بتنجانه وطباطس، كل وتهنى بكره تدخل الجنه. حطيت لي بقى 500 معلقه مع بضع من مكعكبات البتنجان والطباطس. وعشان اللقمه بقى يبقى طعمها حلو كده لازم شويه سلطه زياده خل مع قطعه من الفراخ الدايبه. املى معدتك الحزينه وغيظ جارتك البدينه.